مشاهدينا، كما وعدناكم سنقلل من المكلمة وسنعتمد على الصور والتحقيقات التلفزيونية. ستشاهدون الآن أول صور وأول مشاهد فيديو لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي وهو داخل القفص. هذه المشاهد نزعها عملا بحق المشاهد في المعرفة، وعملا أيضا بحق المواطن في إزالة الشكوك المتعلقة بالعدالة. يقف داخل القفص. طبعا هذه الصور حصلنا عليها بصعوبة، واللي التقطها طبعا عانى صعوبة شديدة لأن فتحات القفص ضيقة جدا. في حارس ضابط شرطة يقف أمام اللواء حبيب العدلي لمتابعة القاعة لحمايته من التصوير ومن أي اعتداء. هتلاحظوا الحارس واقف في منتصف القفص ويحملق في القاعة. ده الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق وهو داخل القفص. واضح تماما، واللواء حبيب العدلي يظهر يعني فوق القفل داخل القفص، وده اللواء حبيب العدلي. الصور حصلنا عليها بصعوبة شديدة، والذي التقطها عانى كثيرا من التقاطها، لأنه زي ما بقول هذا القفص صمم خصيصا لكي تكون فتحاته ضيقة جدا، مع أنه يعني الناس كلها بتتحاكم وفتحات القفص تسمح برؤية المتهمين بداخله. هتلاقوا بعد شوية هتشوفوا مشاهد فيديو، لكن دي بعض الصور اللي التقطناها داخل القفص. وزي ما بقول تاني انه من حق المواطنين ان يشاهدوا المتهمين وهم يحاكمون، خاصة إذا كان معظم أو بعض هؤلاء المتهمين في قضايا تتعلق بالفساد المالي وفي قضايا تتعلق بنهب أموال الشعب. هذا اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، هتلاقوه دائما يمشي ذهابا وإيابا. دكتور أحمد نظيف يجلس داخل القفص. هتلاحظوا دايما هو أثناء المحاكمة يسير ذهابا وإيابا، رايح جاي. يعني المشاهد التقطناها بصعوبة شديدة أو حصلنا عليها بصعوبة شديدة. وزي ما بقول إنه إيه اللي هيحصل لما الناس تشوف المتهمين داخل القفص؟ إيه اللي هيحصل لما الناس تشوف الوزراء والمسؤولين الذين يحاكمون الآن؟ إيه المشكلة بدلا من حالة الاحتقان وحالة البلبلة؟ ده تاني وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي الذي يحاكم الآن. هذه المشاهد التقطت بصعوبة شديدة. القفص فتحاته ضيقة جدا، حارس يحملق في القاعة يمينا ويسارا. اللواء حبيب العدلي يبدو عليه التوتر الشديد طيلة جلسات محاكماته، دائما يسير بهذا الشكل ذهابا وإيابا. والدكتور أحمد نظيف زي ما انتم شايفينه يجلس دائما، يعني هو جالس بهذا الشكل. الصور بنشوفها بشكل متكرر، لأنها الحقيقة دي أول صور وأول لقطات فيديو يتم الحصول عليها داخل القفص. أهو ده واضح فيها اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق الذي يحاكم بتهم مختلفة، تبدأ بقتل المتظاهرين وتنتهي بالفساد المالي. والسؤال يعني بدلا من هذه المعاناة وبدلا من هذه السرقة، إنه الناس عشان حق المواطن في المعرفة وحق المواطن في إزالة الشكوك المتعلقة بالعدالة، ما الذي سيحدث لو شاهدنا المسؤولين والوزراء وهم داخل القفص؟